سيدنا محمد القدر وآله وصحبه وبعد وللعلي بأمور عدو ضاق فؤادي لأجل ذنبي بفضلك اغفر لي ذنوب ربي الأمور كلها رشدني علما وللهدى إلهي من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي غني ووالدي وجميع أمة زين البرية الصفي يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا قابضي يا منعمي يا رازقي يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا قابضي يا منعمي يا رازقي إني ذاهبت بكم ألوذ كما بكم من الردى أعوذ لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تهربوني أبدا من قلبكم يا سيدي يا مقدسي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني لا بكم أقترب كما إلى أقربكم أنجزبوا لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تبلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة وعين قلبي هديني أمنا خرجت هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلى هدايته للمهتدين نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا سواك نهتدي نجي جميعنا من النيران وغسمانا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي التعالي فلا تفرقنا من المصائب لطيف للطف لمن تعلق بيوم الأمة سر ارتقاء ليل قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بالانفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نقا ولا أخاف ضرا من سواه مستلام بيا بصير وكفاني وكيل ولا سمان يزول غيري أمين صدور قوم يسمع
والنور والإسلام كل حين يزد جميع صحبتي باليسرى والمسلمين رب العالمين اليسرى رلي صحبة الصحاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أخير وبكم أبين وبكم أحيا بكم أموت بكم أمين وبكم أبين وبكم أحيا بكم أموت بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أساس صلاة الله والسلام عليه معه بالاحتقان دام لرب الحمد وسر كما دام سلامه على دام لرب الحمد وسر كما دام سلامه على من اكرما واجهتني هلا العلي في رقادي واندباهي كعادتي واعتقادي واجهتني هلا العلي في رقادي وانتباهي كعادتي واعتقادي واجهتني هلا العلي في رقادي وانتباهي كعادتي واعتقادي قال لي ذكر مالك في المغيب بالعليم له الخيال منادي ديني الدهر حب ذكر حكيم سادته وساد مجد للصنادي آي ربي نبل لغير غيرنا وتبالي ذوي الثقى والإنادي آي ربي نبل لغير غيرنا وقبل بالتقى والعناد يبتلون الكتاب مستوابا عاصما لليمنات المنادي ترزقني عن الأرثاس كرابي هنا نومي وجلستي واستنادي
في انتباهي وعادتي واعتقادي نزع لي سقاء غير البرايا حاليا خادما بصف الوداد أحاديث النبي أنت خليلي نزع لي مع الكتاب سقاه